بل أيضا الهدف الأول لأن الفريقين لم يسجلا حتى الآن. الهدف الأول تسديدة، ولكن منه أول هزيمتين للفريقين في الجولة الماضية. كرة خطيرة على اليمين، تسديدة الله، واقترب من خلالها بتسجيل الهدف الأول مصطفى صالح والإبعاد. محاولة على مشارف المنطقة، محاولة تسديدة، ولكن عادت في زاخو في فترة رائعة في موسمين، ثم مثل نفط الوسط وبعدها القوة الجوية، والآن يعود كرة خطيرة عادت إلى حارس وسط الميدان. عودة للأمام، كرة إلى الأمام على اليسار، خطيرة، انطلاقة، تسديدة، الله الله الله. في أقل من 10 دقائق مشاهدينا الكرام في مباراة رائعة، يبدو لنا بأننا سنشهد الأهداف، ولكن على اليسار، محاولة الكرخ، المرور الخطير، المحاولة، التحضير، لا زال، ولكن عن طريق حسين محسن القائد، الضربة الركنية، المحاولة الرأسية تبعد مجددا، شينبينزي، المحاولة الرأسية، الله. فريقين لتسجيل أول الأهداف، نعم، حاضرة ومتواجدة، وربما ستأتي، الله. حالة الماضية من جانب تقنية الفار، وله الرأي الآخر، نعم بكل تأكيد. العبد الواحد لتفادي الكرة الأرضية الزاحفة، يونس تسديدة، الله. المتابعة، التسديدة، يا الله. ليث، نصف هذا التسديد أم نصف هذا التصدي الرائع، أم نصف هذه الكرة المثالية الثابتة الرائعة. تسديدة من يونس، وجدت ليث متصديا مانعا، ولكن لعب موسم 2021 وأنهاه في المركز العاشر. كرة خطيرة، أو أنهاه في المركز ال15. محاولة يونس، تسديدة، ولكن إلى خارج أرضه العالية، ولكن متابعة واستعادة وتقدم لحسين، تسديدة، الله. اللاعب محمد الباقر، واللاعب كما ذكرنا أيضا الحارث فلاح. كرة إلى عودة مجددا، كرة عادة في وسط الملعب، المحاولة تقريبا، يونس غني والتسديدة، ولكن إلى خارج، نعم في صفوف السلط والوحدات. كرة على جهة اليمين، إضافة قوية لنادي الكرخ، نعم إضافة هذا اللاعب صاحب 31 سنة والطول 180. من هناك يحاول، هي الأولى للقاسم في هذه المواجهة، كرة خطيرة جدا، ولكن رأسية من هناك تصطدم، والمطالب في شوط أو في دقائق إضافية خطيرة، تسديدة، الله. بخطورة حاضرة مستمرة، ربما تسديدة، ولكن إلى خارج، ولكن مبالغة بالسرعة، ولكن يكمل الطريق وينطلق إلى الأمام. حيدر أحمد، عرضية، الله، على عناصر فتية، يعول على الفئات العمرية. ينطلق من هناك نادي الكرخ الأكثر استقرارا ورغبة واقترابا وتحضيرا، ولكن التي ضيعها وأضاعها وأهدرها يونس حمود. يونس باقتناص رائع، السويدي، وأيضا فريق نادي زيرا آفاني وهاندرين، وبعد الانتقال إلى زاخو ودهوك. توقعت بأن هناك بأن هناك اللاعب دينيس جيمبيزي هو الذي سيتابعها، هو الذي سيلتقطها. من هناك يحلق عاليا، يلتقط الهدف الأول والأسبقية. الهدف الثاني لتأمين الانتصار، ترسل عالية، الاستلام، ومن هناك الكنترول، الاستمرار، المحاولة والتمرير والمحاولة والتسديد، الله. لكن العارضة بتسديدة رائعة عن طريق علي قاسم يرهب ويرعب فريق القاسم بتسديدة رائعة، بتسديدة مثالية. وليد من هناك، لا هنا في دور الكرة العراقية، عودة على جهة اليمين، انطلاقة من جانب أيسر، عرضية خطيرة، انفراد، محاولة، مرور، بدها. وأيضا المجهود الذي يذكر ويشكر كان من جانب عمار داخل، الذي فتح الطريق، الذي ينتظر التدوين، ينتظر التسجيل في هذه اللحظات، والهدف يدون هدف التعادل. محمد شاكر في جهة وكرة في وسط الملعب، عودة للكرخ، عودة بالتمرير على جهة اليمين، ولكن
إلى حق نادي الكرخ، خاصة عن طريق يوسف اللوال. كرة خطيرة، استلام، انفراد، جول جول، يا الله! الهدف الثاني لمصر متسللا في الكرة الماضية. هذه اللحظات، هذه الكرة الماضية، هذه كرة الهدف الذي يلغى. نعم، هو سدد، رميض كان يبغي التسجيل، طبعا سدد في كرة خطيرة، عودة للقوسم بعرضية، ولكن الإبعاد لا زالت تسديدة من عمار ومرونة عمار بالمرور وصنع الفوارق وصنع الخط من المباراة الأولى أمام النفط، والخسارة في ملعب النجف الدولي بثلاثية نظيفة أمام نادي النفط. الله! والثاني في النهاية هو هدف أصفر. نعم، في كرة أيضا مباغتة وقريبة أيضا تقريبا شبيهة بكرة الهدف الأول. من هناك الارتقاء أيضا، هل سيحسب ليونس غني أم لامسها اللاعب محمد خالد كوفي؟ نعم، يجهز على آمال فريق السابق. لا لم يلامسها وكانت بمتناول وليد محسن بعنصر الخبرة، تسديده الله، لكن مرت